محمود صلاح لاعب المحلة والقريب جدا من الانضمام للنادي الأهلي. تعال أقول لك إمكانياته وكل حاجة عنه، والراجل ده ليه الأهلي باصص عليه ومش عايز غيره، ونفض كمان لحامد عبد الله بسببه. يلا بينا. مبدئيا كده محمود صلاح لعيب شبه الأهلي، لعيب بتاع كورة جماعية، لعيب بتاع ضغط، بتاع سرعة، بتاع لعب جماعي بشكل مميز جدا. تعال أوريك كام لقطة كده لمحمود صلاح وهو بيودي لعيبة المحلة بمنتهى السهولة، ببساطة هايلة جدا، بساط فيها فكر لعيب عالي، لعيب عنده كورة جماعية مميزة، ودي من أهم ميزات أي حد لازم ينضم للنادي الأهلي. عايزك تبص هنا على الوش رجل الخارجي المميز جدا دوت، وازاي قدر يوصل على طول المهاجم بتاعه بباص واحد بعرضية بوش رجله ويخليه يجيب جول كمان، رغم ان كان مضغوط عليه باتنين، وازاي شافه وازاي لعب له الكورة، ودي ميزة محمود صلاح. في كورة تانية برضو بنفس الطريقة وبنفس المهارة، قدر يلبس اتنين لعيبة من الاتحاد السكندري في بعض، وازاي برضو شاف هنا الراجل بتاعه اللي معاه في المحلة الافريقي، وازاي قدر يلعب له الباص. لعيب حريف، لعيب عنده رؤية، عنده كورة مختلفة، وقدر يلعب له الكورة ويوديه انفراد. ودي واحدة تاني برضو لمسة ولعب على طول وبوش رجله الخارجي المميز جدا، يودي برضو الجناح بتاعه يقول له خد روح انفراد، روح في حتة سحرية على طول من لمستين، ودي سرعة اتخاذ القرار. لعيب عنده ميزة تانية كمان، انه بيقدر ينفذ الضغط العالي زي ما بيطلب منه، وبيضغط بقوة. عنده بدني مهم جدا بطريقة كويسة، بيقدر ينفذ اهداف ويجيب اهداف في الدقائق الاخيرة. عنده روح النادي الاهلي اللي احنا مفتقدناها الموسم اللي فات. لعيب بيموت نفسه حرفيا في الملعب. يلا اوريك كام لقطة دي بينفذ فيها الضغط العالي، وكمان بيسجل اهداف في الدقائق الاخيرة والثواني الاخيرة، ودي ميزة كبيرة من محمود صلاح ان عنده البدني بيكمل معاه ال 90 دقيقة، وكل ده من لعيب لسه عنده 18 سنة بس. يلا بينا بسرعة من غير رغي كتير. تعال اتفرج هنا على الضغط العالي كما يجب ان يكون. لخبط المدافع وقدر ياخد منه الكوره وقدر يروح انفراد، والمدافع هنا اضطر يعمل حاجه واحده بس، انه يعمل معاه فاول وياخد طرد ويلاعب فريق الخصم ناقص واحد بسبب الضغط العالي القوي اللي قدر ينفذه. ده هدف من الاهداف اللي في اخر الثواني، وهدف جميل جدا لانه قدر يطلع يحط الكوره بدماغه، ويطلع كمان رغم انه كان مضغوط عليه، ويحط الكوره في الزاويه الصعبه والمستحيله لحارس المرمى اللي وقف يتفرج ويشاهد زيه زينا بالظبط. وطبعا لازم نتكلم على هدفه في الزمالك اللي جاي بكل سرعته من اخر الملعب عشان يجري وسط اتنين مدافعين من الزمالك، ورغم كده قدر يسبق الاتنين مدافعين دول بمنتهى القوة والحماس والسرعة، ويعدي من وسطهم. ومش بس كده، بعد ما بيعدي من وسطهم ويسبقهم بيستلم الكرة جوه منطقة الجزاء. كل ده شخصية لعيب عنده 18 سنة، وكمان بيعمل تشيب جميل جدا 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 على شمال صبحي ويودي له الكرة بالرجل الأضعف الشمال بمنتهى المهارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مستني رأيك في محمود صلاح، ولا هو أفضل ولا حامد عبد الله لاعب إنبي أفضل؟ قول لي وجهة نظرك في الكومنتات. متنساش إن محمود صلاح لسه 18 سنة، وغزل المحلة عايزة فيه 60 مليون، ولكن الأهلي قال لهم خدوا 20. حلو قوي عليه، ولسه المفاوضات ساريه، ولكن طبعا كابتن عصام سراج هيخلص القصه دي خالص انا متاكد. وبس كده، متنساش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.